بيبدأ الفيلم مع اتنين، فيلي وشيرمان ده بيكون عنده أخت جميلة اسمها جويس، وجويس بتكون عاملة حفلة تخرجها في بيتها. فشيرمان بيعزم صاحبه فيلي في الحفلة عشان يتبسطوا مع بعض ويتفرج على أخته وأصحابها ويشوفوهم بيعملوا إيه في الحفلات. وهنا مدرسة جويس بتطلب منها إنها تكمل الوقاحة اللي بتعملها في مكان مقفول، يعني ما ينفعش الناس كلها تشوف اللي هما بيعملوه. وهنا فيلي وشيرمان بيطلعوا على المكان المقفول اللي رايحاه جويس عشان يشوفوا هي رايحة تعمل إيه. فجويس بتغير هدومها واخوها وصاحبه قاعدين يتفرجوا عليها لحد ما بتوصل ميس فيبس، فلما بيشوفوها بيجروا. فالمدرسة بتقول ان هو يدور على بنت من عمره ويبعد عن البنات الكبار. وتاني يوم فيلي بيكون متضايق جدا لما رحلتهم الصيفية ابوه لغاها لان عنده سفرية تبع الشغل. واثناء ما بيتكلموا مع بعض بيلاحظوا ان في واحدة جديدة داخلة على بيتهم، ودي بقى بتكون نيكول المربية الجديدة. وفيلي طبعا كان مبسوط جدا من المربية الجديدة لانها اجمل من المربية القديمة وكمان اصغر منها كتير في السن. وهنا شيرمان بيتوقع ان المربية الجديدة دي اكيد هتحب واحد من سنها زي السواق او الجنايني او حتى الطباخ. لكن فيلي كان متوقع حاجة غير كده خالص، وهي ان نيكول هتحبه هو. بعد شوية بيروح فيلي يعوم مع شيرمان في البسين بتاع بيتهم، وبتجيلهم القمر جويس بلبسها الجامد وبيفضلوا يرخموا عليها لحد ما بتسيبهم وبتمشي. تاني يوم ابو فيلي بيروح المطار وابوه بيوصيه ان هو يسمع كلام السواق والمربية الجديدة. وفيلي بيرجع وبيقعد في الجنينة، وبتجيله موزة نيكول المربية الجديدة وبتسأله عن المربيات اللي قبلها كانوا بيعملوا ايه المربيات في وقت راحتهم. وفيلي بيقول لها ان كلهم كانوا كبار في السن وكانوا بياخدوا علاجهم وبيدخلوا يناموا. فالمزة بتقعد وبتوري الفيل رجلها وبتعامله كأنه عيل صغير، وفيلي ساعتها بيكون مش قاعد على اعصابه. تاني يوم فيلي بيشوف نيكول وهي طالعة مع السواق عشان تشتري شوية طلبات للبيت، وفيلي بيستغل انها مش في البيت وبيروح للأوضة بتاعتها وبيفضل يبص على كل ملابسها. وبالليل فيلي بيجيب صاحبه شيرمان وبينطوا من السور بتاع بيتهم عشان يتفرجوا على نيكول. وهما بيتفرجوا على نيكول بتطفي النور. تاني يوم فيلي بيجهز عشان يصور نيكول، وفيلي كان رايح لحمام السباحة وبيتفاجئ ان نيكول هناك وخلعة وكل شوية عمال يبص، بس وهو ماشي بيدوس على رشاش المايه فبتيجي المايه على نيكول وبتفوق وبتلبس لبسها. واثناء الاكل بنلاقي ان نيكول بتقرب من فيلي بطريقة غريبة، وبيجي الليل وبيطلع فيلي عند غرفة نيكول عشان يبص عليها كالعادة وبيفضل يقرب اكتر. وفجأة بتفاجئ ان نيكول طالعه له، وفيلي طبعا بيتكسف من الموقف جدا، ونيكول بتعرض عليه ان هو يدخل معاها عشان يقعدوا يتكلموا مع بعض شويه. ونيكول بتقوله ان هي كشفته المره دي لانه حاول كتير انه يشوفها من غير هدوم، وفيلي بينكر كل ده. فنيكول بتطلب منه ان هو يقفل الباب ويرجع مكانه تاني وهي هتوري له كل اللي هو عايزه. وطبعا فيلي ما كانش مصدق خالص وبيقعد على الكرسي، والهانم نيكول بدات تقلع في هدومها حته حته، ونيكول بتطلب منه انه يحط ايده عليها. فالواد تقريبا اتكهرب من اللي شافه، وفيلي حاسس ان الموضوع كده اوفر قوي فبيشكرها وبيخرج. وبيجري فيلي على صاحبه شيرمان علشان يحكي له على كل اللي حصل. وطبعا شيرمان بيتريق عليه لانه ساعتها ما عملش حاجه. ونيكول بتحس ان فيلي اتبسط خالص من ليله امبارح، فبتعرض عليه انه يجيلها النهارده عشان تكمل له حكايه امبارح. وبيجي الليل وفيلي بيلاقي نيكول في البانيو وبيقرب منها، ونيكول بتطلب منه ان هو يقلع هدومه وينزل معاها شويه في البانيو. وهنا فيلي بيسيبها يخرج بسرعه، لكن نيكول مش سايبه الواد في حاله وبتروح وراه عشان تحميه. لكن فيلي بيسيبها ويمشي بسرعه لانه حاسس ان الموضوع اكبر من امكانياته شويه. وتاني يوم فيلي برضه بيروح يحكي لصاحبه جيرمان على كل اللي حصل. تاني يوم بيخرجوا يروحوا السينما، وفيلي بيحاول يحط ايده على كتف نيكول، لكن نيكول بتفاجئه بتقول له لا حط ايدك هنا احسن. وبعد الفيلم بيركبوا العربيه علشان يروحوا، ولما بيوصلوا البيت ابو فيلي بيتصل على ابنه وبيطمن عليه، وفيلي بيقول له ان هو كل حاجه تمام والمربيه ماشيه معاه زي الفل. وهو بيتكلم في التليفون نيكول بتكون بتلعب له في ايده، وابوه بيكون مش فاضي هو كمان. وبعد التليفون نيكول بتاخد الواد على غرفتها. ساعتها فيلي بيقول لها انه بيحبها وانه عايز يتجوزها، لكن نيكول بتتريق عليه على اساس ان هو لسه صغير يعني. ففيلي بيتضايق وبيسيبها وبيخرج. تاني يوم بيروح يحكي لصاحبه شيرمان، وشيرمان بيأكد له ان البت دي شمال. ففيلي بيتضايق منه وبيرميه في حمام السباحه. وفيلي بيرجع لبيته وبيكون لسه متضايق من نيكول وكان بيتجاهلها خالص، بس في النهايه بيروح يصالحها. وبيجي الليل وفيلي ونيكول بيستعدوا عشان يخرجوا تاني مع بعض. وهم في المطعم فيلي بيلعب لنيكول وبيطلب الشيك بسرعه، وشكل ايده شبكت في حاجه تحت الترابيزه. فبيخرجوا من المطعم وما كانش سايبها في العربيه، وبيرجعوا البيت وبيبدأوا في سهرة جامدة بينهم. بس أثناء السهرة نيكول بيغمى عليها، وفيلي بيخاف ويخرج بسرعة وبيدور على أي مساعدة، وبيطلب مساعدة من ليستر السواق. فليستر بيطلع بسرعة على غرفة نيكول وبيقوله إنها كده ماتت، لكنها بتكون سليمة وبتفتح هنا بعدين. وبنعرف إن كل ده من تخطيطها هي والسواق ليستر. فليستر بيعمل نفسه بيتصل بالشرطة، لكن فيلي بيمنعه لأنه خايف. فليستر بيقرر إنه يساعد فيلي وياخد جثة نيكول للفريزر، لكنه بيقترح على فيلي إنه ياخد الجثة ويدفنوها في أي مكان عشان أبو فيلي ما يعرفش أي حاجة.
وطبعا فيلي من خوفه بيوافق، فبيخرجوا بسرعة ويدفنوا نيكول في حديقة بيتهم، وفيلي بيودعها ويحط لها ورد. تاني يوم فيلي بيتفاجئ ان القبر فاضي، فبيجري بسرعة على ليستر عشان يعرف ايه اللي حصل. وبعد لحظات الجناني بيوصل وبيسلم فيلي رسالة لقاها في الحديقة، ومضمون الرسالة انهم بيطلبوا من فيلي انه يدفع فدية قيمتها 10,000 دولار ويرجعوا له الجثة. ففيلي مش بيلاقي حل غير ان هو يدخل مكتب ابوه ويحاول انه يسرق المبلغ ده. فلما بيجي يفتح الخزنة بيطلب من السواق انه يبعد عشان ما يشوفش الرقم السري، بس السواق بيقدر يشوف كلمة السر كلها. وليستر بياخد الفلوس من فيلي على اساس انه هيبعتها للي خطف الجثة، لكنه بيرجع لاوضته. وهنا نيكول بتكون مستنياه، وليستر بيتضايق منها لانه طلب منها انها تفضل بعيد وتفضل قاعدة في فندق وما تجيش هنا، لكنها بترفض لانها شايفة ان فيلي حبها خالص، وهي كمان شكلها بدأت تتعلق بيه. فليستر بيشك انها ممكن تبيعه، فبيحذرها انه هيبلغ عنها لانها مهاجرة غير شرعية، وده غير اللي عملته مع فيلي وهو سنه لسه ما جابش السن القانوني. وبالليل فيلي بيكون قاعد عند حمام السباحة، وفجأة بتجيله نيكول، لكنه بيخاف وبيترعب وبيفتكرها عفريت. بس نيكول بتوقفه وبتعتذر له علشان خدعته، وكمان بتشرح له موقفها مع ليستر. وبرغم اللي هي عملته بس فيلي خلاص ما بقاش يثق فيها. بس نيكول بتقوله انها تسلم نفسها للشرطة، بس فيلي بيرفض. وفيلي بيطلب منها انها بدل ما تسلم نفسها للشرطة تساعده انه يرجع الفلوس اللي سرقها ويرجعها تاني لخزنة ابوه. تاني يوم نيكول بتروح لمدرب جاك وبتحكي له على ليستر واستغلاله ليها، وبتطلب منه انه يعمل نفسه كشرطي. فجاك بيوافق وبيعمل نفسه شرطي وبيروح لليستر وبيحقق معاه في قضية قتل نيكول. فليستر بيعترف انها بخير وانها بس مسافرة لبيت اهلها، وجاك بيكمل في دور الشرطي وبيروح لغرفة ليستر. فجاك بيدي ليستر ساعتين بس عشان يأكد له ان نيكول عايشة. فليستر على طول بيروح للفندق وبيعرف ان نيكول سافرت، لكن في الحقيقة نيكول بتكون مستخبية في بيت شيرمان صاحب فيلي. وفيلي بيروح لها عشان ياخدها ويمسكوا ليستر قبل ما يهرب، ومحدش فيهم للاسف كان بيعرف يسوق. وليستر بيكون بيجهز نفسه عشان يهرب بالفلوس، لكن الجنايني بيعطلوا. وهنا نيكول بتوصل وبتركب مع الجنايني علشان يحصلوا ليستر. وليستر على طول بيوصل للمطار علشان يهرب، وبالصدفة ابو فيلي كان راجع من سفر وشاف ليستر وبيشوفه بيهزقه انه وصل له متاخر. وساعتها فيلي بيوصل المطار وبياخد شنطة الفلوس من ليستر وبيطلب منه انه يشيل شنطة باباه. والواد بيقول لابوه كانه ما حصلش اي حاجة، وبيطلب منه انه يرجعوا للبيت تاني. والطاهرة دي بتطلب من فيلي انها تمشي من البيت لانهم مش هيقدروا يخفوا علاقتهم على ابو فيلي. وتاني يوم ليستر بياخد نيكول علشان يوصلها، واللي بيكون لسه شغال في البيت. وفيلي ما كانش حكى لباباه على اللي حصل. وبيرجع فيلي المدرسة، وفيلي بيروح المدرسة وبيقابل مصدر جديدة وبيطلب منها انه يعزمها على العشاء، فبتوافق على طول. هنا بيخلص الفيلم. نتقابل في الفيلم الجاي. لو لسه جديد اشترك معايا وفعل زر الجرس ولايك حلو وكومنت، وشكرا لكم.